فانا جاي اقول لك النهارده ازاي تسافر الخليج عامه وانت لسه طالب هقول لك ايه الحاجات اللي انت تعملها وانت طالب، وايه الحاجات اللي انت تعملها بعد ما تتخرج عشان تسافر دوله من دول الخليج وتحظى بمرتب كويس جدا وتعيش حياه كويسه نوعا ما يعني. تمام طبعا. زي ما شفت على الفيديو انا في الاول عشان تعرف يعني انا عشت في السعوديه 10 سنين. تمام. طبعا كانت دراستي في مصر، لكن كنت بروح السعوديه كتير عشان والدي هناك، فرحت السعوديه كتير وسالت ناس كتير سواء في مجالي او بره او كذا. فجاي اقول لك تجربتي اللي انا كنت فيها في السعوديه يعني. تمام. في الاول انا كنت في السعوديه، كنت رايح اشتري دواء من احد الصيدليات. تمام. فقابلت شاب لطيف جدا اسمه مصطفى. طبعا ده اسمه مصطفى ده كان الدنيا فاضيه يعني وما كانش في حد وكده، فبقول له ازيك يا دكتور مصطفى. كان من القاهرة. ازيك يا دكتور مصطفى، ايه الاخبار؟ حتى جيت ازاي جيت هنا وبتاع. قال لي انا جيت دفعة 2018 تقريبا 2019، خلص وجي على طول. فاهم؟ فالدنيا كانت سهلة معايا يعني، خلص وجي على طول. طب ازاي ما حضرتش بيومتريك؟ قال لي لا، وقتها لما راح سنة 19 او 20 ما كانش البيومتريك هو المطلوب. فاهم؟ كان عادي ممكن تروح من غير بيومتريك، وكان مرتبات احسن من كده بكتير، بس طبعا لان الاعداد زادت والسعودة وحاجات زي كده. طب ايه هي البيومتريك اصلا؟ عشان تفهم يعني ايه بيومتريك، عشان تسمع الكلمه دي كتير، اي حد على يقول لك حضر بيومتريك حضر بيومتريك. طب ايه هو البيومتريك اصلا؟ فاهم؟ طب يعني ايه هو البيومتريك؟ البيومتريك باختصار هي معادله. فاهم؟ يعني السعوديه بتقول ان الشهاده المصريه هي غير كافيه لتلبيه احتياجات السوق السعودي من الصيادله، فبالتالي احنا لازم نعالج الضعف اللي في الشهاده المصريه دي بالمعادله اللي هو البيومتريك. فانت بتبدا تدرس حاجات متعلقه بالطب البشري، بالفارما، بالادويه، بحاجات كتير، وفي الاخر بتمتحن عليها وبتاخد معادله، واللي هي الاجازه يعني من السعوديه انك تروح. ايه حلو الاجازه دي، تحس ان انا قران يعني. بتاخد التصريح مثلا من السعوديه انك تسافر. تمام. واي حد عشان يسافر السعوديه لازم يحضر بومتك خاصه دلوقتي. تمام. يبقى دي يعني كلمه بومتك. طب تحضر بومتك ازاي؟ اول حاجه تكون حاصل على شهاده البكالوريوس في الصيدله من احد الجامعات المصريه المعترف بها. تمام. في جامعات مصريه معترف بيها. ما اعرفش بقى موضوع روسيا واوكرانيا والسودان والكلام ده، انا بتكلم على خريج جامعه مصريه معترف بيها في مصر. تمام. تكون خريج احد الجامعات المصريه المعترف بيها في مصر، ده رقم واحد. رقم اتنين تكون مخلص الامتياز بتاعك. طبعا لو انت ما كانش عليك امتياز خلاص مش مشكله، لكن انت لو عليك امتياز فانت تكون لازم تخلص شهاده الامتياز بتاعتك. رقم ثلاثه دي مهم جدا جدا، شهاده الجيش. ما ينفعش تسافر وانت مش معاك شهاده الجيش، يعني شهاده الجيش دي هتلاقيها في كل حاجه في حياتك وانت بعد ما تتخرج. شهاده الجيش سواء اعفاء او تاجيل. رقم أربعة وهي احنا قلنا رقم ثلاثة شهادة الجيش. رقم أربعة وهي مرسنة على تاريخ تخرج دفعتك. بمعنى أنا مثلا هبقى خريج 26 2026، يبقى أنا أبدأ ينفع أحضر البيومتريك من 2027 لو أنا خدت إعفاء من الجيش، آخد إعفاء من الجيش وخلص الامتياز وأحضر على طول. أو بنت مثلا خلاص هتحضر البيومتريك على طول ما عندهاش جيش. تمام. فدي الأربع شروط عشان تحضر البيومتريك. طب انا دلوقتي لسه طالب، ازاي احضر يعني بيومتريك وانا لسه طالب؟ او اعمل ايه عشان اقوي نفسي عشان اطلع صفر على طول؟ انا مش عايز اطلع اقعد مثلا الف على ده مثلا واشوف تاشيره حره وبتاع، لان الموضوع فعلا دلوقتي بقى كله عايز يسافر، فالموضوع بقى مزدحم بشكل كبير. اعمل ايه وانا طالب؟ تمام. عشان اعرف اسافر بره مصر. تمام. انا خلاص انا متارجت ان انا اسافر، فاعمل ايه عشان اسافر؟ او حتى هعمل ايه سكيلز في نفسي بحيث ان السفر تكون فرصه متاحه ليا وانا عايز اسافر. بص يا نجم، بص يا دكتور، هتعمل ايه عشان تسافر؟ تعمل ثلاث حاجات. رقم واحد تاخد تدريب في مؤسسه قويه، يعني فاهم؟ الصيدليه اللي اول شائعكم دي سيبك منها، انا مش بتكلم عليها طبعا، انا بتكلم على مؤسسه قويه محترمه زي مثلا 57 357، شركه زي ايفا مثلا، او مصنع زي ايفا. مصانع حتى فاركو وسيدكو مش وحشه ومش بطاله، بس يعني مش احسن حاجه. مثلا عندك الصيدليات سيف والعزب لما طلع التدريب. فاهم؟ المهم التدريب ده بيكون شهاده انك شخص ملتزم، شخص فعلا عندك معلومه، شخص فعلا تقدر تضيف حاجه. تمام. فده بيقوي السي في بتاعك جدا. فاحرص وانت طالب على موضوع التدريبات وشهاده التدريبات. شهاده التدريبات يعني عشان انت تكون حاجه رسميه انك خدت التدريب ده. تمام. فشهادات التدريبات دي موضوع مهم جدا بحيث انك تحطه في السي في عشان يقوي السي في بتاعك. تمام. يبقى رقم واحد انك تاخد تدريب في مؤسسه محترمه بيقوي السي في بتاعك. رقم اتنين يا معلم، دكتور عشان الناس تزعل. رقم اتنين انك تكون شخص فعلا الانجليش بتاعك كويس. ايه الانجليش بتاعك كويس؟ هتفرق في ايه؟ وانا هسافر دوله عربيه يا عم حازم؟ لا يا معلم، انك تسافر دوله عربيه مش شرط انك تشتغل كوميونتي فارماسي.
تمام. ممكن تشتغل في شركه مالتي ناشونال، ممكن تشتغل في مصنع مع اجانب، ممكن تشتغل في الامارات مثلا، هي فيها ناس كتير بتتكلم انجليزي، فانا بالتالي ما اجيب واحد بيتكلم انجليزي احسن. واخد بالك؟ فالانجليش مهم جدا جدا، وهيفتح لك سوق كبير جدا في هناك بره مصر حرفيا، يعني حتى مش شرط السعوديه، او مش شرط حتى الكوميونتي فارماسي، بس هيفتح لك يعني سوق كبير. موضوع الانجليش ده، موضوع الانجليش ده مهم جدا. حاول تطور نفسك فيه وتوصل للبي 2 مثلا، بي 1، تبقى حاجه كويسه بحيث انك تقوي السي في بتاعك عشان تعرف تسافر. رقم 3 وهي الكمبيوتر. ايه الكمبيوتر دي؟ اللي هي برامج الكمبيوتر زي الباوربوينت، الاوفيس، الحاجات دي. بجانب لو عرفت تبقى مثلا تديزاين على خفيف، تعمل ديزاينات خفيفه، تعمل مونتاج خفيف. مش بقول لك تكون احترافي، يعني مش لازم تكون احترافي، لو بقيت احترافي خير وبركه، هتبقى حلوه جدا جدا، هتبقى مهاره مضافه ليك، زي انت صيدلي ومعاك تدريب وهكذا. لكن مش شرط تكون احترافي، بس تكون فاهم، يعني فاهم في الديزاين نوعا ما، فاهم او في المونتاج او في البرامج الاوفيس، فاهم. كل ما تبقى ملم بالكمبيوتر اكتر، كل ما ده بيقوي السي في بتاعك اكتر واكتر. فاحنا عندنا 3 حاجات. رقم 1 وهو الكمبيوتر، تكون معاك حاجات في الكمبيوتر كويس. رقم 2 تاخد دورات تدريبيه في مؤسسه محترمه زي 57 كانت عامله دورات كتير في تقريبا في شهر الصيف اللي فات، شهور الصيف، كانت عامله تقريبا في الكلينيكال، وكانت عامله في الطب النفسي العصبي، وكانت عامله حاجات حلوه بصراحه. ده رقم 2. رقم 3 يكون معاك انجلش. كل ما كان معاك انجلش يا كبير، هتقدر ان شاء الله باذن الله انك تكون شخص السي في بتاعه قوي، تقدر تسافر بره مصر وانت لسه طالب. تمام. يبقى احنا اتكلمنا على البيومتريك، هو البيومتريك وتحضره ازاي. رقم 2 اتكلمنا عن انت لو عايز تسافر وانت، او عايز تقوي السي في بتاعك وانت لسه طالب، تعمل ازاي. طبعا في نقطة التبادل الثقافي والكلام ده حاجات حلوة، يعني مش وحشة برضه، بس أنا بتكلم على التلاتة الأساسيين اللي الناس كلها تقدر تعملهم. يعني مش كل الناس تقدر تعمل تبادل ثقافي وتروح تسافر كذا دولة وهكذا. رقم 3 وهي ايه الوظائف المتاحة هناك عايز غير صيدلي مجتمع، او بنسميها كوميونتي فارماسي، لأن فعلا الوضع بقى مش سيء، يعني سيء، هو مش سيء بس مش حلو برضه، فاهم. يعني لسه في منافسة شرسة شوية. اقول لك الوظائف اللي هناك، واقول لك بتاخد كام، واقول لك الدنيا فيها بتمشي ازاي. رقم 1 وهو كوميونتي فارماسي. ليه؟ لانه الاشهر، يعني فاهم، اشهر وظيفه مش موجوده هناك، اشهر حاجه مش محتاجه غير بومتك بس، انت بتخلص تحضر بومتك سيفي هتبقى كوميونتي فارماسي معروف، فاهم. فهي الاشهر والاسهل ان انت بعد ما تخلص تحضر وتسافر على طول، ولكنها في نفس الوقت الاخطر. ليه؟ لان مع نظام السعوده او تعيين السعوديين، وظيفه الكوميونتي فارماسي بتبدا تقل بشكل كبير، وبالتالي انت يا معلم يعني وضعك بيكون مش احسن حاجه. فالكوميونتي فارماسي زي ما قلت لك الاشهر والاسهل، ولكن الاخطر في ان هي ممكن يستبدلوك، او ممكن يمشيك يقول لك يلا ايه، يلا مع السلامه، او حتى ممكن ما تسافرش اصلا. تمام. متوسط المرتبات كام؟ حوالي 4000 ريال شامله السكن، واخد بالك. طبعا هو 4000 ريال او 5000 ريال كويس، يعني كويس لو انت اعزب. لو انت معاك اسره وعايش في الرياض مثلا، الموضوع هيبقى صعب شويه، موضوع السكن بالذات، لان اسوأ حاجه في الرياض هي السكن. عشان تبقى فاهم، اسوأ حاجه في الرياض هي السكن. سكن الرياض لو انت بتاخد شقه اسره يعني من 1800 ل 2000 ريال، انت متخيل؟ فانت لو مرتبك 5 فحرفيا كتير منك راح. انا حاليا يعني في تحركات عشان يضبطوا الاسعار في الرياض شويه، وفعلا في تحسن، ولكن برضه الاسعار عاليه شويه طبعا لانك في العاصمه. تمام. فاحنا قلنا ان رقم 1 الكوميونتي فارماسي وشرحنا فيه كل حاجه. رقم 2 ودي اللي انا بفضلها بصراحه، انك تروح المستشفى، خاصه تكون صيدلي مقيم او بما يعرف بنظام الريزيدنسي فارماسي. الريزيدنسي فارماسي يقول لك اللينك بتاع او السكرين شوت كنت واخدها من 57، كانوا عارضين فعلا تدريب كده، كان لمده سنتين بوست جرادويت، بعد التخرج تبقى سنتين فعلا بتستفيد، وبتديك لايسنس بيسموها البي اس جي، بي اس واي جي 1، حاجه طويله كده 1 و 2، مش شرط تقعد سنتين، ممكن تقعد سنه وتسافر، فاهم. لكن طبعا كل ما تقعد سنتين بتبقى اكتر. ده بتكون بتتخصص او بتبقى زي نظام الزماله كده، او شبه الزماله، بتكون صيدلي مقيم في مستشفى، بتتعلم كل حاجه، بتاخد خبره زي الطب البشري، فاهم. زي فكره الشهادات اللي بياخدها في الطب البشري، نفس الكلام. الشهاده دي اللي هي بي اس جي 1 دي بتبقى مهمه جدا، وفعلا هتنقلك في حته تاني. تمام. ممكن تبدا مثلا مرتبات من 10000 ريال، وطبعا كل ما تبقى المستشفى اكبر ممكن توصل ل 15000 ريال، فدي مرتب حلو جدا. تمام. بس ايه عيوبها؟ زي ما قلت لك هي الاصعب. تمام. هي الافضل في السفر، ولكن هي الاصعب. هي بلاش مش الافضل مطلقا، بس هي من افضل المظاهر، ولكن اصعب ليه؟ لانها زي ما قلت لك هي بتبقى سنتين بوست جرادويت، يعني انت بس هتخلص على 23، الامتياز على 24، الجيش على 25 وكسر،
هتقعد سنتين تاني لحد 27 28 عقبال ما تسافر وتكون نفسك وتتجوز تبعك اللي بعد ال 30. فاهم؟ فهي طويله شويه، ولكن فعلا اللي بياخدها ويسافر بيعمل مرتب حلو جدا هناك وبيعيش حياه كويسه، عكس الكوميونتي فارماسي اللي بيعيش حياته افضل من مصر ولكن برضه مش حياه يعني فيها رفاهيات عاليه زي زمان. مش برضه نظره المغترب او نظره الناس اللي مغترب مش زي زمان. مش فكره انك خلاص هتروح تعمل قرشين وتيجي وتبقى انت الشخص البريم، لا، انت ممكن تروح حرفيا عشان تعيش بس، عشان تعيش افضل من مصر، عشان توفر لك 1000 ريال. 1000 ريال اللي هي بتعمل 13000 جنيه. فاهم؟ هتبص لمصر هتقول لك الحال احسن من مصر. فالموضوع مش زي زمان، خاصه ان دلوقتي فعلا في يعني العرض كتير والطلب قليل، فبالتالي المرتبات بتنزل. فنظرة المغترب او نظرتك للسفر بحيث ان هو الحل الذي يسافريك ويخليك شخص ما فيش منه اتنين، ممكن ده وانت اعزب. لكن وانت متزوج وعندك اطفال وهتجيبها هناك وتعمل لها تسهيل وتصاريح وكده، وانت وطفلك وتعيش في سكن، كل الكلام ده هياكل مرتبك كتير جدا. تمام؟ فدي الوظيفه الثانيه. الوظيفه الثالثه وهي المصانع، برضه وظيفه صعبه شويه، بتحتاج خبره بشكل كبير، لان انا المصانع بالذات عايز لما انت تسافر وانت بوزيشن في مصنع هتسافر على بوزيشن عالي. فاهم؟ فعشان توصل لبوزيشن عالي في شركه محترمه في مصر هتاخد سنين، فعشان تسافر محتاج وقت. فاهم؟ فعشان كده المصانع او الشركات برضه يعني صعبه شويه وعايزه وقت، عشان كده كله بيسافر على الكوميونتي فارماسي. يعني فاهم ليه كله بيسافر على الكوميونتي فارماسي؟ لانها اسهل والاشهر. فاهم؟ لكن في وظائف تانية طبعا في وظائف في الكون، وبرضه محدش يضحك عليك ويقول لك ايه، يجيب لك بوست فيه 5000 وظيفه ويقول لك بص يا عم الصيدلي بيشتغل في كل ده. الكلام ده مش صح. فاهم؟ انا بينت في فيديو قبل كده هسيبه لك تحت في الكومنتات، اللي هم كلهم 5 مسارات وهم كلهم بيروحوا في المسارات دي بس. فاهم؟ وبالعكس الخليج او دول الخليج بيبقى الكوميونتي فارماسي هو رقم واحد واسهل واحد في السفر، وياتي بعديه في الصعوبه موضوع الريزيدنسي فارماسي او الكلينيكال فارماسيست بشكل عام. هل لازم اكون خريج كلينيكال عشان اشتغل كلينيكال؟ لا. السؤال المتكرر وجاوبت عليه كذا مره، مش لازم. اللازم انك تكون شاطر بس، زي ما بقولك على طول. ايه اللي يضمن انك تكون حد ياخدك ويصفرك هناك؟ رقم واحد الرزق، لان هي رزق بحت، انت ممكن كل ده ما يحصلش وتسافر، فهو رزق بحت، احنا بس بناخد بالاسباب. تمام؟ والمثلث اللي انا قلت لك عليه التراينجل ده، اللي هو علم، شخصيه، خبره. المثلث ده هو اللي هيخليك مطلوب والسعر الساعه بتاعك او المرتب بتاعك بيكون عالي. يبقى دي الوظائف المتاحه. يبقى احنا اتكلمنا في 3 حاجات، اتكلمنا في البيومتريك ازاي تحضرها وهكذا، اتكلمنا فيه وانت طالب ازاي تكون شخص عايز تسافر، او اسف لو انت طالب ازاي تحضر نفسك انك تسافر وهكذا. ده رقم 2. ورقم 3 اتكلمنا فيه الوظائف المتاحه هناك. ابعت الفيديو ده لجروب الدفعه اللي عايز، او اي حد يعني عايز مهتم بالسفر وموضوع السفر للخليج، خاصه الشباب، لان موضوع الشباب يعني يقول لك هنا مثلا اقعد عشان احضر عشان اتجوز بمرتب 10000 جنيه مش عارف اعمل. فهو السفر بره حلو للشباب فعلا، يخليك تكون نفسك وتعيش حياه كويسه، ولكن مش الحياه الرفاهيه اللي انت بتشوفها. الحاله اللي بتشوفها دي مش الوظائف العاديه اللي هي الكوميونتي فارماسي وكذا، لا دي بتبقى وظائف ثانيه خالص. تمام؟ يبقى دول ال3 نقاط الاساسيه في الفيديو. اعتقد يعني انا بينت بشكل ما ان انت ازاي تسافر وانت لسه طالب، وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبك، اعمل لايك وسبسكرايب، ابعته لحد عارف انه عايز يسافر. في اخر حاجه برضو انت يعني موضوع السفر انت ممكن تحضر ده كله، المفروض تروح لمكتب عمل. تمام؟ مكتب العمل ده بيخليك بيوديك ليه اللي هو الوسيط بينك وبين اللي هناك. تمام؟ في تأشيرة حرة، دي وضع تاني. كل الكلام ده ممكن نحكي عنه في فيديو تاني خالص لانه طويل جدا. تمام؟ وكل كميه الحاجات وكميه الفلوس اللي بتدفعها بتبقى بشكل كبير، ممكن تصرف 300,000 جنيه